بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف برفقة الزملاء الفنيين والإداريين والمشرفين، متمنين لكم أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. أيها الأحباب الكرام، يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها لقاءنا الأسبوعي معكم أيها الأحباب الكرام، في حلقة اليوم من برنامج مع اللغة العربية، وهي الحلقة رقم 178. بحمده تعالى سنقلب ما هو جديد أو ما هو مهتم وناشر لأولئك المفكرين والمثقفين والأدباء. منهم العالم الراحل الذي رحل قبل فترة، وهو العالم محمد جابر الأنصاري. أفكاره ومؤلفاته، ذلك نقلا من قناة أو من مجلة العربي الكويتية في عددها الأخير الذي صدر، وقد تحدثت عنه المجلة عن ذلك العالم الجليل الراحل الأنصاري، فكتبوا مقالة أو موضوعا بواسطة الدكتور حسن بحراوي في صفحة فكر وقضايا عامة العدد 796 من مجلة العربي. وتعميما للفائدة أيها الأحباب، ارتأيت أن أتحدث عن ذلك العالم الأنصاري، لكن دعونا نتحدث، وهو من البحرين الشقيق طبعا. محمد جابر الأنصاري ولد عام 1939 ورحل في ديسمبر 26 2024 رحمة الله عليه. هو كاتب ومفكر بحريني، أستاذ دراسات الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر، وعميد كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج في البحرين، وعضو المجلس الوطني للثقافة والآداب والفنون في البحرين. شغل منصب المستشار الثقافي للعاهل البحريني. نشأ الأنصاري في البحرين كما قلنا 39، تعلم في البحرين حتى أنهى دراسته الثانوية، ثم انتقل للتعلم في الجامعة الأمريكية فرع بيروت حتى نال منها بكالوريوس آداب عام 63، ماجستير في الأدب الأندلسي عام 66، الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية الحديثة والمعاصرة عام 79 900 وألف. بالإضافة لذلك تابع تعليمه وحضوره للدورات الدراسية في عدد من الجامعات المرموقة في العالم كجامعة كامبريدج. و1982 توجه إلى فرنسا لدراسة الثقافة الفرنسية في جامعة السوربون بباريس. فيما يتعلق بحياته المهنية، هو رئيس الإعلام وعضو مجلس الدولة في البحرين من عام 69 حتى 71، من مؤسسي أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين، وأول رئيس لها سنة 1969. حاز على جائزة الدولة التقديرية في البحرين، جائزة السلطان العويس في الدراسات القومية والمستقبلية، وجائزة منيف الرزاز للدراسات والفكر. له طبعا عدة مؤلفات نذكر منها: لمحات من الخليج العربي، الخليج، إيران، العرب، دار المنار، إحياء تراث البحرين الأدبي، تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، العالم والعرب، هل كانوا عمالقة، لمحات من الخليج العربي. وجملة من الدراسات نذكر منها: الأنصاري وسيكولوجيا الأزمة، دراسات عربية متباينة، أي متباينة الرؤية في فكر محمد جابر الأنصاري، عدها الملتقى الثقافي الأهلي في البحرين، يعني دراسات بشأن فكري. توفي يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في المنامة عاصمة البحرين. هذا ملخص عن من هو محمد جابر الأنصاري. الآن أيها الأحباب، نأتي إلى المقالة التي نشرت، وهي مقالة ذات أهمية فيما أرى، ولذلك ندعوكم بكل احترام وتقدير لمتابعة هذه الحلقة من قناتكم الحرة المباركة، قناة سلام الإعلامية.
يقول الكاتب الذي كتب تحت عنوان العالم الراحل محمد جابر الأنصاري أفكاره عبر مؤلفاته، وهو الدكتور محمد دكتور حسن بحراوي. يقول: بدأت اهتمامات محمد جابر الأنصاري الأكاديمية دون رغبة حقيقية منه، باحثا في الأدب الأندلسي، حيث سجل وناقش أطروحته للماجستير في موضوع ابن سعيد المغربي حياته وآثاره عام 1966، وذلك عزيزي المشاهد تحت إشراف الدكتور الفلسطيني إحسان عباس في الجامعة الأمريكية بيروت، وأولع بالشعر العربي الحديث من خلال نصوص الشاعر اللبناني خليل حاوي، الذي ارتبط معه بصداقة لن تجد نهايتها سوى بعد انتحار هذا الخبر متأثرا بالغزو الإسرائيلي لبيروت عام 1982. بعد ذلك سوف يغادر إلى غير رجعة، أي رجعة الذائقة الأدبية الحداثية التي كان قد أعلى من شأنها في كتاباته في الصحف والمجلات، وأدار ظهره تجربته الشعرية التجديدية بكامل تلويناتها وتشكيلاتها، موجها اهتمامه إلى المجال الفكري الشامل الذي كان من نتائجه المساهمة القوية في إنشاء أسرة الأدباء والكتاب بالبحرين كما ذكرنا عام 1969، ثم الانغماس في العمل الثقافي والانخراط أكثر فأكثر في النشاط الإعلامي الذي أنتج في إطاره ما لا يحصى من المقالات والدراسات التي وجدت طريقها إلى الظهور على هيئة كتب منشورة هنا وهناك في الوطن العربي. نذكر من منشوراته تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي، الناصرية بمنظور نقدي، كذلك كتابه التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق، العرب والسياسة أين الخلل، مسألة الهزيمة، كذلك لقاء التاريخ بالعصر، وجملة من تلك الكتب التي هي في غاية الأهمية عزيزي المشاهد. وهكذا وبعد فترة من العمل في التدريس ببلاده البحرين، حصل على شهادة الدكتوراه من نفس الجامعة في تخصص الفكر العربي الإسلامي بأطروحة في موضوع الاتجاهات التوفيقية في الفكر العربي الحديث عام 75. ثم أعقبت ذلك فترة إقامته الدراسية في فرنسا من عام 1980 حتى 83، حيث درس اللغة والحضارة الفرنسيتين في جامعة السوربون، وعاد إلى وطنه البحرين ليعمل أستاذا مساعدا في جامعة الخليج العربي عام 84، ويترقى بها حتى يصير نائبا لعميد كلية التربية، ثم أستاذا للدراسات في الحضارة الإسلامية والفكر المعاصر عام 1992، فعميدا لكلية الدراسات العليا في جامعة الخليج عام 1994. وحتى لا نغمط الرجل حقه، نريد في هذا المقال التأبيني أن نحيط بمجمل أفكاره السياسية والفكرية والثقافية، ليس عبر الذاكرة أو الاستحضار التلقائي، بل من خلال النظر في تراثه الفكري المنشور أولا بأول، وإن بطريقة موجزة وسريعة، لتكوين فكرة اشتمالية على مشروعه الذي رصد له حياته وأفرغ فيه جماع تأملاته النظرية وتطوراته الفكرية والسياسية، التي تجعله اليوم يقف ندا لكبار المفكرين العرب الذين تركوا بصمتهم البارزة على صعيد الذهنية العربية ذات الأبعاد القومية والإنسانية التي لا تخطئها عين القارئ. تحت عنوان فرعي تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربي بين 1930
إلى 1970 1980. كتب الدكتور حسن، أخذ هذا الكتاب على عاتقه بيان الجذور التاريخية للفكر والسياسة في الساحة العربية، ومحاولة استجلاء خصائصها وملامحها وتطوراتها، وهو يرى بأنها لا تعود إلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية كما هو شائع، بل إلى ما قبل ذلك في العشرينيات التي شهدت انبثاق التيار التوفيقي الناجم عن حصول تصدع في بنيان الكيان الحضري العربي، وبروز الاتجاهات القومية الصاعدة ابتداء من الخمسينيات، حيث نشهد قطيعة بين التمسك بالتراث ومحاكاة الغرب. وهو يدعو في خاتمة الكتاب إلى ضرورة اكتشاف الذات في ميدان البحث والفكر والاتجاه نحو فهمهما وتحليلهما ونقدهما للوصول إلى ذات متجددة أنضج وأسمى من ذلك. وماذا عن التفاعل الثقافي بين المغرب والمشرق في آثار ابن سعيد المغربي ورحلاته المشرقية وتحولات عصره عام 1992؟ يقول الكاتب القارئ لأفكار الأنصاري: ويبدأه باعتبار ابن سعيد شاهدا موسوعيا على التفاعل والتجاذب بين المغرب والمشرق. وهو موسوعي لأنه كان مؤرخا وجغرافيا، جاب الأقاليم الأندلسية والمغاربية والمشرقية، وهو شاهد بفضل وقوفه على التحولات في مناحي الحياة العربية السياسية مغربا ومشرقا، ولاحظ انتقال ميزان القوى السياسية والثقافية من أقطار إلى أقطار أخرى، والتقط التغيرات التي أصابت الأدب والتصوف والرحلة والعلوم الخالصة. وبهاتين الصفتين أتيح لابن سعيد أن يعكس في اتجاهه خلاصة تجربة إنسانية عربية أتيحت له أن يتفاعل مع التحولات التي أصابت الوطن العربي وتأثر بها سلبا وإيجابا في ذلك الوقت المبكر من تاريخه. وطالما كان هذا الكتاب قد شكل مادة لأطروحته العلمية، فقد جعله موزعا إلى فصول أرادها أن تلقي الضوء على تاريخ ابن سعيد الشخصي من ميلاد ونشأة وتكوين، وتكشف عن أبحاثه ومصنفاته ومدى تأثرها بفكر أساتذته. ثم يأتي الحديث عن ابن سعيد الرحالة والجغرافي الذي جاب بقاع الوطن العربي وسجل مذكراته حولها، خاصة منها أرض مصر العزيزة. ثم وجه الاهتمام لآرائه النقدية، أي وجه وموافقته الفكرية تجاه التيارات الأدبية التي كانت رائجة في ذلك الإبان. وأما الفصل السادس والأخير من هذا المؤلف فكرسه لشعر ابن سعيد باعتباره ظاهرة تشهد على تميزه وألمعيته. وقد جاءت الخلاصة بصدد النموذج الذي مثله ابن سعيد بوصفه مثالا ناجحا للتفاعل والتبادل الثقافي الحي بين المغرب والمشرق في إطار الحضارة العربية الإسلامية. تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها عام 92. في هذا الكتاب ينوب المؤلف عن المثقفين العرب في مساءلة النهضة العربية من زاوية التناقض القائم بين عمق المأساة وضعف الاستجابة التي واجهتها بها النخب العربية. وبعد أن يقوم الباحث بتشخيص الأزمة والكشف عن أسبابها، يقترح مقاربة خلدونية لتجاوزها، خاصة من زاوية أدبية وثقافية، وفي مقدمتها مسألة التعريب باعتبارها معركة وجود، وعلاقة النفط بالثقافة، وعجز العرب عن تجاوز تلك العلاقة الشائكة بين الانتفاع المادي والزهد في الاستثمار الإنتاجي.
ثم إن الكتاب يتوقف عند الفجوة بين المشرق والمغرب، ناقلا إياها من المستوى الجغرافي إلى المستوى الثقافي بين المركز والأطراف، التي يدخل في نطاق أعم مع الثقافة الأخرى، الثقافات بما فيها الغربية. في كتاب تكوين العقل العربي عام 94 يسير محمد جابر الأنصاري في اتجاه اقتراح مقاربة موضوعية لمفهوم الوحدة العربية ومخاطر التجزئة على الوطن العربي، ذلك في أفق إيجاد تفسيرات جديدة لبعض المعضلات التي ظلت عصية على الفهم طالما كانت أدوات تحليلها قاصرة على الإمساك بخصوصيتها الجغرافية والزمنية. من ذلك مثلا إن مسألة التجزئة ليست وليدة الاستعمار حصرا، لكنها ذات أصل جغرافي سببه الفراغ الصحراوي القائم بين الحواضر العربية. وأما تتيجها فهي الحضور الباهت لروح الدولة القطرية في الخريطة العربية، الشيء الذي أخر التفكير في مسألة الوحدة العربية الناشئة، وهكذا دواليك. وزمنيا عزيزي المستمع والمشاهد الكريم، تعود عنده أزمة الوعي العربي ليس للوقت الراهن، ولكن إلى لحظة مغرقة في الماضي ونتيجة تراكم من الإحباطات والهزائم الموضوعية والذاتية التي انتهت بالإنسان العربي من المحيط إلى الخليج إلى تضييع جميع فرص تكوين عقلية نقدية تساعده على التطور والتجاوز ليصير ندا لأشباهه في المجتمعات الحديثة. وبالعودة إلى تاريخ العشائر العربية القديمة، يرى الباحث أن هاجسا كان هو الخوف من الفتنة الذي منعها من التسامح مع خصومها، ومن هنا ساد التطرف والعنف وغطى على علاقات الحوار بينها. ولعل هذا أن يكون هو أصل الاضطراب الذي شمل الحياة السياسية العربية منذ نشأتها، أي بمثابة الخلفية التاريخية لواقع العرب السياسي راهنا. وإذا كانت مسؤولية السلطات العربية قائمة في هذه الأزمة، فإنها تتقاسمها مع المعارضة التي ما أن تصل إلى السلطة حتى تمارس نفس الإقصاء والجبروت. ويضيف الباحث عنصرا آخر لم يهتم به المؤرخون، هو ما يسميه التحدي المكاني، ويقصد به القطيعة المكانية التي تقوم بين الأقطار العربية بسبب الفراغات والصحارى القاحلة التي تفصل بينها جغرافيا، ويمتد تأثيرها على الوحدة القومية في الوعي العربي. ثم هنالك قطيعة أخرى نشأت بين البدو والحضر في تلك الأقطار، وأسهمت في زرع بذور التفرقة بين بنيات المجتمع البدوي والحضري، مما أخر ظهور ما يسميه بالدولة القطرية المنسجمة، وزاد في تعقيد العلاقات القائمة بين عناصرها، وجعل التجزئة والتشرذم تحل محل الوحدة المنتظرة. ثم هنالك أخيرا الدور المدمر والحاسم للاستعمار الذي انتصر للهويات التجزئية وفرض تسميات المصري اللبناني العراقي السوداني إلى آخره، بدلا من الوحدة القومية التي ظلت مهما كانت آمالا لا سبيل إلى تحقيقه. أيها المشاهدون الكرام، لازلتم مع قناة سلام الإعلامية المباركة، وحلقة في برنامج مع اللغة العربية، هي الحلقة رقم 178 بحمده تعالى، ونتحدث عن المفكر الإسلامي العربي محمد جابر الأنصاري الذي رحل في العام الماضي، تحت عنوان رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية عام 1997. يقول المحلل عن فكر الأنصاري: وهو لا يعتبره
كتابا مناسبا لركوب موجة المد الإسلامي، بل وسيلة للتفكير في الإسلام بواسطة خطاب يفهمه الجميع، لأنه يستعمل لغة مشتركة تنظر في نفس الوقت للواقع العربي الإسلامي ومتغيراته. ويتضمن الكتاب جملة من الدراسات، أي الكتاب الذي ألفه في الرؤية القرآنية. ويتضمن الكتاب جملة من الدراسات تغطي العلاقة التاريخية القريبة والبعيدة بين مفهومي الإسلام والعروبة بكامل تشسعاتها، أي شساعتهما وعمقهما واختلاف ظروفهما. وستكون المناسبة سانحة للباحث لكي يستحدثوا عددا من المفاهيم والتعبيرات التي تخدم مشروعه القاضي بتقليب الموضوع المطروق من مختلف جوانبه، ومنها مفهوم الظاهرة القومية الذي يقصد به العروبة باعتبارها حقيقة إلهية قبل أن تكون فطرة اجتماعية. وبالنسبة إليه لا يمكن للحركة الإسلامية المعاصرة أن تقفز على الظاهرة القومية، أي لا تأخذ بالبعد العربي في المد الإسلامي. وأما الرؤية الإسلامية تحديدا فهي تقوم عنده على ثلاث مداخل يهتم أولها بالأطماع المتواصلة لتطويق المنطقة العربية، ويمضي الثاني في بيان علاقة العروبة مع الإسلام، وأما الثالث فيقيمه حول ما يعتبره مثلثا حتميا للنهضة العربية، وهو عنده الإسلام والعروبة والعصر. وينتهي بإبداء تحولات حول سيادة الظاهرة الإلحادية في الغرب من ماركسية ووجودية، ومواجهتها بتصورات فطرية إيمانية هي التي يحيلنا استلهامها على مواجهة الخصوم في الساحة الحضارية واتخاذها سبيلا إلى التميز وضمان الخصوصية. وماذا عن انتحار المثقفين العرب الذي صدر تحت هذا العنوان عام 1998 للدكتور الأنصاري؟ يقول المحلل والدارس لفكره في كتابه هذا ذي الموضوع الطريف: فإن الأمر يتعلق بمقاربة الظاهرة الانتحارية في ضوء الهزيمة القومية التي ذهب ضحيتها بعض المبدعين والمثقفين العرب، والتي يرى أن سببها يعود إلى غلبة الجانب المبدئي والقيمي على تكوينهم وتفكيرهم، وهو يشبههم في ذات الصنيع بالرهبان البوذيين الذي يكون موقفهم ضد الظلم هو حرق أنفسهم والعياذ بالله. وهو يستعرض بالمناسبة حالات الانتحار العربية على المستوى السياسي، ممثلة في انتحار المشير المصري عبد الحكيم عامر 67 أحد كبار رجال ثورة يوليو في مصر، والأديب الأردني تيسير سبول 73 الذي انتحر متأثرا بانتكاسة حرب أكتوبر، والشاعر اللبناني خليل حاوي الذي وضع حدا لحياته بمناسبة دخول القوات الإسرائيلية لبيروت عام 82 إلى آخره. وقد أنهى هذه المقاربة لمعضلة الانتحار بالتساؤل الإشكالي التالي: هل يكون الانتحار هنا مؤشرا على يقظة الضمير العربي في أمة لم يكن الانتحار مطلقا من تقاليدها ولا إيمانها؟ وهو يجيب في أعقاب ذلك أن الانتحار بمعناه العميق ليس تدميرا للذات فحسب، بل قد يتخذ أشكالا وألوانا تؤهل حياة الفرد والجماعة من دون أن تقضي على الجسد، من قبيل التفاهة واللامبالاة والهامشية التي قد تؤدي إلى الانقراض المعنوي الكاسح. ومن هنا حرم الإسلام الانتحار جملة وتفصيلا. عزيز المشاهد، هذا على هامش الحديث ونقل ما هو مكتوب. كتابه التأزم السياسي عند العرب وسيكولوجيا الإسلام 99 يقول فيه الباحث: وضمن هذا الكتاب يأخذ على عاتقه تناول جذور الأزمة السياسية عند العرب، واضعا اليد على دور الدولة وموروثها
السياسي في طرح تلك الأزمة وتعقيداتها، ومحيطا بمفاهيم السيكولوجيا الإسلامية التي استعملت في معالجتها من قبيل الشورى والعدالة ومفاهيم الحاكمية ومشتقاتها إلى الآخر. وهو يفعل ذلك بمبعدة عن علم الاجتماع العلماني الذي تجاهل خصوصية المجتمع العربي الإسلامي، متخذا مقاربة ذات خصوصية، حيث يبدأ بإشكالية الدولة عند العرب التي يعتبرها مؤشرا على أزمتهم السياسية الشاملة، ثم يحلل الشرط الجغرافي والتاريخي الذي مثل ويمثل عبئا على المجتمع برمته، وأخيرا يلامس الموقف الإسلامي وحدود تدخله في الصراع الجدلي القائم على وعي متجدد يأخذ بمبادئ الشرع ومعطيات العلم الحديث من علم نفس وعلم اجتماع. وماذا عن العرب والسياسة؟ أين الخلل؟ جذور العطل القديم. عام 2000 يقول المحلل: وبالنسبة إليه في هذا الكتاب فمعاناة الدول العربية من تسلط الدول الأجنبية، على سبيل المثال الفرس وآخرون، إضافة إلى عدم استقرار الدولة الوطنية، كل ذلك كان سببا جذوريا في أزمتها الخانقة والمستمرة التي لن تجد حلا لها اقتصاديا أو تربويا حصرا، بل سياسيا في المقام الأول. ثم هناك الدور المدمر للدولة المستبدة التي اضطهدت شعوبها، أي شعوبها، ونشرت الفساد في أوساطه، وحكمت عليه بقوة الحديد والنار، حتى جعلت مواطنيها يعانون من فقدان الكرامة والحرية والعيش الكريم. كما أن النخبة السياسية المعارضة نفسها لم تساعد على حل الأزمة عندما تولت الحكم، بل ضاعفت على هيمنتها وحملت الشبيبة العربية على اتخاذ خيارات صعبة مثل الهجرة. وأما الحل الذي يقترحه الباحث لمواجهة تلك الأزمة المستفحلة، فهو عنده إحداث تحول حقيقي في صناعة الدولة والارتقاء بمفهوم المواطنة ليصير أكثر عدالة وشفافية، وأساسا بالانتصار لسيادة القانون ورعاية مؤسساته وتجديد الوعي في ثقافتنا السياسية. قبل الأخير، مسألة الهزيمة 2001. في هذا الكتاب رأى الأنصاري، أي في هذا الكتاب يأتي الدور على الهزيمة باعتبارها العنصر الذي كان له بالتأكيد تأثير حاسم على الوجدان والكيان العربي، إضافة إلى ما عانته الأمم العربية من مظاهر، أي مظاهر التخلف الأخرى التي ليس أقلها الانفجار السكاني والظاهرة الإسلامية وغير ذلك مما حاق بالواقع العربي، ولم يرحم ضعفه القائم والموروث. والخلاصة المركزية التي ينتهي إليها في هذا المؤلف السياسي هي أن نكبة الهزيمة تضاعفت بنكبة أكبر وأشمل، هي نكبة التخلف. لقاء التاريخ بالعصر 2006 هنا يكون له موعد مع نظرية ابن خلدون التي تعد عنده مرحلة ضرورية لكل عربي أراد أن يقارب جوهر الحضارة العربية قديمها وحديثها. وبدون ذلك يظل الفكر العربي قاصرا على فهم العالم المحيط به، خاصة عن إدراك حقيقة الذات العربية في أبعادها الاجتماعية والتاريخية والوجودية. والنتيجة المنظورة لهذا التخلف المضاعف جغرافيا وزمنيا هو اتساع الفجوة بين الفئات الاجتماعية والنشوء المزيد، أي نشوء المزيد من الفوارق وإشكال العنف التي أساءت إلى الوحدة العضوية للبلدان العربية وعطلت السبيل إلى وحدتها المنتظرة. لقد رحل عن عالمنا مفكر من رواد الحركة الفكرية والثقافية بالبحرين والخليج وعموم الوطن العربي، بعد أن قضى حياته
مفكرا وناقدا للفكر العربي قديمه وحديثه، وقدم إسهامات مشهودة ومعترفا بها في مجالات الفكر والثقافة والأدب، أي معترفا بها، وكان مشروعه الفكري على غير المعتاد ملتصقا بالواقع العربي في لحظات نهوضه وسقوطه، ولكنه قدم بالمقابل لمسة نوعية وغير مسبوقة في حقل التراث العربي وامتداداته النهضية، أي النهضوية والحداثية. ومن جملة الأشياء التي انبعثت على يده جذور الفكر الخلدوني في إيهاب معاصر ينتصر للعقلانية ويحولها بديلا للخطابة العربية الراحلة، كما قدم باليد الأخرى إمكانية لإعادة التوازن الفكري العربي عبر إقامة تصالح بين العقل والوجدان. من جهة أخرى يقترح نفسه كمعالج للقضايا العربية الحديثة والمعاصرة، فيتناول آثار هزيمة 67 على الواقع والذهنية العربيتين، ويعالج تداعيات حرب الخليج من خلال مراجعته للأحداث والوقائع انطلاقا من رؤية موضوعية تقطع مع الهوى القومي والقراءات المدروسة والمدسوسة، كما يتولى تشخيص أسباب التخلف العربي باتجاه فهم موضوعي يأخذ بالمعطيات الملموسة وليس تحت ضغط الميول القومية المنحازة أو الأقنعة الإفلاطونية. وعبر هذه السياحة المستعجلة، كما يقول الدكتور حسن في مجموع مؤلفات الدكتور الأنصاري، يبدو لنا أن هذه الجرأة في مقاربة الموضوعات الحاسمة لم تكن لدى المفكر محمد جابر الأنصاري وليدة نزعة تمردية عابرة، ولكن خلاصة تجربة فكرية تأملية امتزج فيها الإيمان بعدالة القضايا العربية المصيرية مع الانفتاح على العالم الحديث بأفكاره الديمقراطية وآفاقه التطورية التي لا تحدها حدود. أيها السادة والسيدات، في قناة سلام الإعلامية المباركة خرجنا من الحلقات التي درجنا عليها أن نقدم أشياء تتعلق مباشرة بالشعر والأدب وما إلى ذلك. الآن ندخل إلى الأفكار والمؤلفات وأفكار المؤلفين، فنقلنا لكم قراءة عن العالم الراحل محمد جابر الأنصاري من دولة البحرين، أفكاره عبر مؤلفاته، ذلك نقلا عن الرصد الذي كتبه الدكتور حسن بحراوي في صفحة فكر وقضايا عامة، ونشرت بمجلة العربي الكويتية العدد الحالي، أي عدد هذا الشهر. أيها الأحباب الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة، هذا أحمد شريف يحييكم مرة أخرى ويشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة. على هامش الحديث أكملنا حديث عن الدكتور الأنصاري رحمة الله عليه، وأنا أقرأ المقالة. كانت ترد كلمة الحضارة الإسلامية، وكما نقول الحضارة الغربية. بعض المفكرين والذين يكتبون في التاريخ والعمق والفكر الإسلامي لا يوافقون مفهوم الحضارة الإسلامية، لكن يقولون حضارة المسلمين، لأننا فكريا، وأنا أتفق مع هذا الرأي، لأنه لو قلنا الحضارة الإسلامية بهكذا المطلق فكل حضارة في هذه الدنيا لها نشوء ولها سطوة وبروز وازدهار، ثم لها تراجع، تضعف، وإلى أن تتلاشى. بهذا المفهوم إذا قلنا الحضارة الإسلامية فإننا نحكم على حضارتنا التي نؤمن بها إيمانا مطلقا ستتلاشى، بمعنى
هل يتلاشى الإسلام؟ الإسلام لا يتلاشى لأنه هو دين الحق يعني. وبالتالي فحتى يعني لا يكون سوء فهم في مفهوم الحضارة، فنقول حضارة المسلمين، المسلمون الذين يمارسون أشياء، فهذه الحضارة حضارة المسلمين يمكن أن تنهض وتنتهي. وهنا نجنب الإسلام كفكر وكحضارة، الإسلام كمفهوم عقدي نجنبه من آه، يعني مطب يعني من مظنة النهوض والسقوط والتلاشي. ونحن إيمانا نؤمن على إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هذا هو دين الحق ولا يتلاشى ولا ينهار. بالتالي أنا أميل إلى مفهوم حضارة المسلمين وليس الحضارة الإسلامية، هذا لنحافظ على ديمومة هذا الدين الحنيف. لكن المسلمين عفوا ينهضون ويصابون يعني هزائم، كما نعيش هذه الأزمات التي نعيشها، هي يعني هزيمة حضارة المسلمين وليس هزيمة الحضارة الإسلامية. أنا أميل تماما إلى هذا الرأي وأعمل وفق هذا المنهج. ولذلك وكل مفكر وكل يعني باحث له رأيه، ولكن هكذا نحن نصون الإسلام من انهياره. لكن المسلمون يقوون ويصابون بما يصاب به من ابتلاءات هذه الدنيا والانكباب على الدنيا، وواقعنا يدل على ذلك. كنا في يوم من الأيام كمسلمين لنا حضارة، أندلس وغيرها، وهذا الغرب هو الذي، حضارة المسلمين هي التي فتقت هذا المغرب. ولكن اليوم المسلمون أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه، أن اتجهت إلى المسلمين يعني. ولأننا يعني من حيث لا ندري أحيانا نحكم على الإسلام من سلوك المسلمين. فأنا أحببت أن أبدي ملاحظتي في مفهوم الحضارة الإسلامية وحضارة المسلمين. أيها الأحباب الكرام، إذا كان لكم رأي في هذا وذاك فأفيدونا أفادكم الله. وحتى نلتقيكم أيها الأحباب في حلقة مقبلة من هذا البرنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، أنا أحمد شريف أحييكم مرة ثانية، وأتشرف أن أختم البرنامج بالآي من الذكر الحكيم. يقول المولى سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. بهذه الآية المباركة نبدأ البرنامج ونختتم بها. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه فإذا أبيد من اللسان أبيد. تحياتي محدثكم في الإعداد والتقديم، وتحايا الزملاء المشرفين والمخرجين والفنيين. لكم منا جميعا أرق وأجمل الأمنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.